حادث مرور مأساوي جديد يهز الرأي العام الجزائري، هذه المرة في ولاية قسنطينة. حصيلة أولية ثقيلة وعمليات إنقاذ لا تزال متواصلة على الأرض. تفاصيل الحادث في هذا التقرير. بحسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث صبيحة اليوم الخميس 6 من أوت الجاري، وتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين عن مسارها قبل أن تنقلب وتسقط في منحدر بولاية قسنطينة. وعلى الفور تدخلت فرق الحماية المدنية المختصة لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا ونقل المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية المجاورة لتلقي العلاج اللازم. وأفادت آخر المعطيات الصادرة عن مصالح الحماية المدنية بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 6 وفيات و19 جريحاً، في حصيلة لا تزال مرشحة للتغيير مع تواصل عمليات الإجلاء والإسعاف الميداني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة شهدت تصاعداً سريعاً خلال ساعات الصباح الأولى، حيث كانت الأرقام الأولية أقل قبل أن ترتفع تباعاً. ويأتي هذا الحادث في وقت لا تزال فيه الجزائر تعيش على وقع سلسلة من حوادث المرور المميتة المتعلقة بحافلات نقل المسافرين خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها حادث انقلاب حافلة بولاية بومرداس نهاية شهر جويليا الماضي، والذي خلف 27 قتيلاً، إلى جانب حوادث أخرى مماثلة سجلت في عدة ولايات من البلاد. وتعيد هذه الحوادث المتكررة تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية في الجزائر، لا سيما ما يتعلق بحافلات النقل بين الولايات ومدى التزامها بمعايير الصيانة والسلامة. وتبقى عمليات البحث والإسعاف متواصلة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما ينتظر صدور بيانات رسمية إضافية توضح ملابسات الحادث وأسبابه، وسنوافيكم بكل جديد فور توفره.